دي الكبده البيتي بكل سهوله، مش هنقول كبده اسكندراني مع انها قريبه من الكبده الاسكندراني، بس احنا عاملينها بطريقه البيت بتاعت والدتي ووالدتك، وتقدروا تعملوها وتطبخوها بنفس الطريقه. هو ده الكلام. شايفين الكلام ده؟ هو ده الكلام. طبعا عندنا الكبده لو مش بنقطعها احنا طبعا بطريقتنا. طبعا دي الشرائح المطلوبه اللي انت هتشوفوها، ده هو الكلام المطلوب، وهي دي الشرائح المطلوبه. طبعا بننزل باربع خمس معالق من الزيت وثلاث مكعبات من الزبده او مكعبين، اختياري طبعا. طبعا عندي التوم مقطعه شرايح كده، بننزل بالثوم، الثوم ياخد معاه اللون الذهبي، انزل بالكبده بتاعتنا الجميله. الكبده لونها وردي طبعا، وهو حاجه تحفه بصراحه. زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه، الكبده دي لونها وردي، دي الكبده المطلوبه. طبعا عندنا الخضار بتاعنا فلفل الوان وفلفل رومي وفلفل سبايسي حامي، زي ما انت عايز بقى الفلفل. اهم حاجه الفلفل القرن، الفلفل الحامي ده مع الكبده. طبعا الكبده بعد ما استوت ما قلبناش كتير، خدت معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسود. طبعا البهارات دي اختياري يا جماعه، وثلاث اربع معالق من الخل. دي كبده بيتي بتاعت والدتي ووالدتك. طبعا بننزل بالفلفل، بنديله تقليبه ونغطيها لمده 10 دقايق بالظبط. الفلفل بينزل ميته، تاخد معانا الكبده السوا الكامل في ربع ساعه. بنظبط الملح بتاعنا، غطيناها، خدت الربع ساعه بتاعتنا. حبايبي الكبده طبعا تحفه. المغرب خلاص هيأذن اهو، زي ما انتم شايفين الكبده وجمالها. كبده اهي، كبده البيت. اعملوا الطريقه دي والكبده هتعجبكم بكل سهوله في البيت. سندوتشات، اطباق، اللي انتوا عايزينه. كل سنه وانتم طيبين، ومع الشيف محمود مفيش مستحيل.